عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل مع بعض فراولة الحشوات. بجد بتبقى تحفة قوي مع التورته جاتو رز بلبن، بتبقى جميلة بجد، جميلة في الحشوات، وهتبقى عندك على طول من السنة للسنة. بس طبعا في الفريزر، مش هيبقى خارج الفريزر. فيعني هتبقى حاجة جميلة بدل الأسعار الغالية جدا 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 جدا. فانت تعمليها في البيت هتبقى اسهلك وافضل لك يعني، او اوفر لك. فزي ما انتم شايفين كده قد ايه هي جميله، وقد ايه متماسكه قطعه بقطعه، يعني قطعه كلها بقطعتها زي ما انا مقطعاها. شايفين قد ايه هي حلوه قوي؟ شايفين بجد يعني والله بتتكلم عن نفسها. اتمنى منكم بس كده اللايك وتشتركوا في القناه، واتمنى كده يعني نشاهد الفيديو للاخر، كله معلومات وكله مفيد. زي ما شايفين يعني شوية فراولة جامدين بجد. يلا بينا بقى نشوف الطريقة والمقادير. معانا هنا كيلو فراولة، هيبقى عليهم نص كوباية سكر، عليهم نص ليمونة، وعليهم معلقتين جيلي، وعليهم معلقتين جيلاتين. ايه اللي انا بعمله ده صوص الفراولة. صوص الفراولة ده هبقى اعمله معاكم في مرة تاني، يعني مرة تاني ان شاء الله اعمل لكم صوص الفراولة، لان انا ما جبتهوش وانا بعمل صوص فراولة. هنا معايا معلقتين جيلي فراولة، وهحط عليهم معلقتين جيلاتين. مش حابة الجيلاتين يبقى خلي الكيس كامل من الفراولة مش من الجيلاتين لو انت مش حابة الجيلاتين. لكن انا صراحة حطيت معلقتين جيلاتين وحطيت معلقتين فراولة وحطيت عليهم فانيليا، ونزلت بالماء المغلية وقلبتهم جامد لحد ما دابوا معايا. هنعمل ايه؟ هنحط الفراولة اللي بقى ده المعتاد بتاعي، كل ما اجي امسك حاجة في المطبخ تروح واقعة مني، وربنا يا رب يسترها. هحط ايه بقى عليهم؟ نص كوبايه السكر، هحط عليهم نص عصره الليمونه، واقلبهم كده في بعض. مش هحط عليهم ميه خالص، هي هتنزل ميتها على النار، وانا مش عايزه يبقى فيها ميه كتير جدا، لان انا عايزاها حشوات مش صوص. والصوص ده يعني الصوص الفراوله سهل جدا، نفس الطريقه بالظبط. بس بس هنحط عليه نص كوبايه ميه عشان يبقى فيه كده صوص كده، وهو ايه؟ هيبقى صوص، مش انا مش عايزاه حشوات، عايزاه صوص كده جميل. فهنحط له نص كوبايه ميه وهنخليه على النار ربع ساعه. لكن الفراوله هي 10 دقايق بس، الفراوله اللي انا عايزاها حشوات 10 دقايق بس على النار عشان ما تتهريش مني، وتفضل زي ما هي كده جميله. زي ما انتم شايفين كده خلاص، انا طبعا نزلتها من على النار وحطيتها على الرخامه لحد ما بردت تماما، بردت تماما. بس ما وصلتش لسه للقوام اللي هو المتماسك قوي، لسه تحسوا فيها كده شويه صوص زي ما انتم شايفين. بصوا، بس كل ده هيتحط في التلاجة، والصوص ده كله هيجمد وهتبقى لطيفه جدا. زي ما انتم شايفين كده هي معانا ملت البرطمان دوت زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم ان الفراوله اللي كانت قدامكم دي مش كيلو كيلو، لان اتاكل منها حوالي نص كيلو يعني. الف هنا طبعا. بس انا اديتكم مقدار كيلو على طول. زي ما انتم شايفين طبعا اهي دخلت التلاجة وخرجت من التلاجة متماسكة وزي الفل، وقطع الفراولة جميلة. اتمنى منكم لايك، واتمنى الفيديو يعجبكم. سلام.